في شباب كتير بتقول أنا عمري ما شفت بنت في الحقيقة، وأقصى طموحي إني ألاقي حد يفهمني، بس بقيت خايف حتى أتخيل. احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن كلام حب ورومانسية، احنا جايين نفتح ملف كارثة. أيوة، كارثة بمعنى الكلمة، موجودة في بيوتنا عند أصحابنا وممكن تكون موجودة عندك انت شخصيا كمان. كارثة الكبت اللي خلت جيل كامل عنده 30 سنة عايش في سجن جوه دماغه كده، مش عارف يخرج منه ولا عارف يعيش حياته طبيعية. لو انت حاسس انك فقدت الشغف في كل حاجة ومحتاج تفهم ايه اللي بيحصل لك، فأحب أقولك إن الفيديو ده ليك. أول نقطة معانا، ايه هو الكبت الجنسي أصلا؟ بص يا صديقي، أول حاجة لازم تفهمها إن الكبت الجنسي ده مش مرض، ومش معناه إن الشخص فيه حاجة غلط لا سمح الله. لا، الكبت الجنسي ببساطة كده هو إن الإنسان يكون عنده رغبات واحتياجات جنسية وعاطفية طبيعية، لكن ما يلاقيش طريقة صحية أو مناسبة يحققها لفترة طويلة. وطبعا أي إنسان طبيعي بيكون عنده الاحتياجات دي. المشكلة مش في وجودها، لأ، المشكلة لما تفضل متراكمة كده سنين وسنين طويلة وتبدأ تأثر على طريقة تفكيرك ومشاعرك وحياتك اليومية كمان. في ناس بتفتكر إن مجرد التفكير كده في الجواز أو الحب أو العلاقة معناها إنها ضعيفة، وده مش صحيح خالص. أنت إنسان طبيعي جدا، لكن زي أي احتياج في الحياة لما يفضل غير متحقق لفترة طويلة ممكن يبدأ يضغط على الشخص. ممكن يبدأ يضغط على الشخص نفسيا، وعقليا كمان. وعلشان كده مهم جدا نفرق ما بين الاحتياج الطبيعي وما بين ان الاحتياج ده بقى مسيطر على حياتك كلها، لان اول ما السيطرة بتبدأ هنا المشاكل الحقيقية بتظهر. حلو يا سيدي. تاني نقطة معانا، ليه الموضوع ده بيحصل اصلا؟ بص، لو جينا بصينا على الواقع النهارده هنلاقي ان الظروف بقت اصعب من زمان بكتير. بمعنى، عندك تكاليف الجواز بقت عالية جدا، الشغل بقى صعب مش زي الاول، المسؤولية زادت اضعاف، وفي شباب كتير بتقضي سنوات طويلة بتحاول بس توصل للاستقرار المادي. فالإنسان يلاقي نفسه داخل على 25 أو 30 سنة ولسه مش قادر يبدأ حياته بالشكل اللي هو كان متخيله في دماغه. ومع مرور الوقت الاحتياج الطبيعي ده بيفضل موجود ومش بيختفي. كل سنة بتعدي بيزيد الإحساس بأكتر عندك، خصوصا طبعا لما يشوف ناس حواليه اتجوزت او ارتبطت او بدأت حياتها، فيبدأ يحس انه متأخر او ناقص حاجة. وعشان كده الموضوع بقى منتشر عند شباب كتيرة جدا النهاردة، مش بسبب ضعف منهم، لكن بسبب ظروف وضغوط حياتية حقيقية. تالت نقطة معانا، اول عرض، وهو الاوفر سينجينج، التفكير الزايد واحلام اليقظة. من اول الحاجات اللي بتحصل ان الشخص يبدأ يعيش جوه دماغه كده اكتر من الواقع. بمعنى انه يتخيل انه مرتبط، يتخيل انه متجوز، يتخيل حواراته ومواقف وقصص كاملة. ومع الوقت الخيال بيبقى مكان مريح جدا للهروب، انه يهرب كل ما يتضايق او يتوتر او يحس بالوحدة، بيبتدي يدخل للعالم ده. خلاص، المشكلة ان العالم الخيالي الافتراضي ده دايما هو مثالي، مفيش مشاكل، مفيش رفض، مفيش مسؤوليات، فالعقل بيبدأ يفضله على الواقع الحقيقي. وتلاقي ساعات من يومك بتضيع في تخيلات وسيناريوهات عمرها ما حصلت. وده طبعا بيخلي الشخص وده بيخلي الشخص طبعا يعيش إحساس مؤقت بالراحة، لكن أول ما يرجع للواقع بيحس بفراغ أكبر. نيجي بقى لرابع نقطة معانا، واللي هي فقدان التركيز والطاقة. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ركز معايا. لما جزء كبير من عقلك بيبقى مشغول طول الوقت باحتياج معين او بافكار معينة، طبيعي جدا طبيعي جدا ان تركيزك يتأثر، صح؟ تقعد تذاكر ومش عارف تركز، تشتغل وتسرح كل شوية،
تفتح فيديو او كتاب وتكتشف انك مش فاكر اي حاجة من اللي شفتها او قرأتها، كأن عقلك كده موجود وجسمك موجود لكن تركيزك في مكان تاني في حتة تانية. وده طبعا بيستهلكك، يعني بيستهلك منك طاقة نفسية كبيرة جدا، فتلاقي نفسك مرهق طول الوقت، مش عايز تعمل حاجة، مش قادر تركز لفترة طويلة، واحيانا تفتكر انك كسلان او بتتدلع، بينما الحقيقة ان جزء من طاقتك العقلية مستنزف باستمرار. نيجي بقى يا شباب لخامس نقطة معانا، واللي هي الشعور بالوحدة. احيانا اصعب حاجة مش الاحتياج نفسه، لا، اصعب حاجة هي الوحدة. طول عمرنا بنقول لنفسنا كده، اصعب حاجة في الدنيا هي الوحدة، صح؟ مفيش اختلاف على كده. اصعب حاجة هي الوحدة، ايوه، انك ترجع البيت ومفيش حد تحكي له يومك، مفيش حد يسمعك، بس مفيش حد تشاركه فرحتك او زعلك. ومع الوقت الاحساس ده ممكن يكبر جدا جدا، خصوصا لما تشوف الناس حواليك عايشة قصص وحياة انت نفسك تعيشها زيك زيهم بالظبط، فتبدأ تحس انك لوحدك في المعركة دي. انا عارف الاحساس ده كويس، لكن الحقيقة ان ناس كتير جدا بتمر بنفس المشاعر دي حتى لو مش بتتكلم عنها. وعشان كده العلاقات الاجتماعية والصداقات الحقيقية مهمة جدا جدا في الفترة دي، لانها بتخفف جزء كبير من الاحساس بالوحدة. نقطة رقم 6 معانا، واللي هي ادمان المحتوى المثير. للأسف بعض الشباب بتحاول تهرب من المشاعر دي بطريقة بتزود المشاكل أكتر عليهم، إنهم يدخلوا على محتوى بورن أو مثير، يعني يحسوا براحة كده مؤقتة، لكن بعد شوية ترجع نفس المشاعر تاني عندهم، فيكرروا الموضوع وبعدين يكرروه أكتر، وبالتدريج تبدأ تدخل في دايرة أو حلقة كده مفرغة. كل ما تحس بالوحدة أو الضغط تروح للمحتوى ده، وكل ما تروح له أكتر تلاقي نفسك مشغول بالموضوع أكتر تاني. فبدل ما تحل المشكلة، لا، انت بتخليها تاخد مساحة أكبر من حياتك وتركيزك. سابع نقطة معانا، ليه الناس بقت بتفقد الشغف؟ الحقيقة لأن الإنسان لما يحس إن في احتياج كده هو مهم في حياته ومش متحقق لفترات طويلة، ده ممكن يأثر على نفسيته. مش شرط يوصل لاكتئاب، لأ، لكن ممكن يحس بفتور كده، مش متحمس، مش عايز يعمل حاجة، مش قادر يستمتع بالحاجات اللي هو كان بيحبها زمان. بيبقى عايش يومه كده بشكل آلي. يعني ايه آلي؟ يعني يصحى يشتغل ينام ويكرر هو نفس الروتين، هو كل يوم، لأنه مقتنع كده إن سعادته كلها متوقفة على الحاجة دي فقط، وده بيخليه يفقد الشغف تدريجيا في جوانب كتير من حياته. تامن واخر نقطة معانا، الحل مش انك تكره نفسك. بمعنى، اهم نقطة في الفيديو ده كله انك ما تكرهش نفسك، وما تعتبرش ان وجود المشاعر دي معناها انك ضعيف خالص. انت انسان طبيعي جدا، لكن المطلوب انك ما تخليش الاحتياج ده يبقى هو محور حياتك كلها. اشتغل على نفسك، ابني مستقبلك، اهتم بصحتك، انزل الجيم وافرم حديد، اتعلم مهارات جديدة، وسع دايرة معارفك، ثم وسع دايرة معارفك كويس جدا. حط تارجت، اهداف كده ليك في الحياة، لان اقوى رد على الاحباط مش الهروب، اقوى رد هو البناء. ابني نفسك كل يوم ولو خطوة صغيرة، ولما يجي الوقت المناسب هتكون جاهز تعيش الحياة اللي نفسك فيها بشكل صحي ومستقر. في النهاية يا شباب لازم نفهم حاجة مهمة جدا جدا، المشكلة مش انك عندك احتياج عاطفي او جنسي خالص. المشكلة مش انك نفسك تلاقي شخص يشاركك حياتك، والمشكلة مش انك بتتمنى الجواز او الاستقرار. كل ده طبيعي جدا على فكرة. المشكلة الحقيقية بجد بتبدأ لما الاحتياج ده يتحول لمركز حياتك كلها، زي ما انا قلت لك، لما تصحى وتنام وتفكر وتحلم على نفسك من خلال حاجة واحدة بس، لما تحس انك مش هتبقى سعيد لو يعني
انت حاسس انك مش هتبقى سعيد او راضي من جواك لو اتح... لو ات... لو الحاجة دي اتحققت. ولما تبدأ تضيع عمرك في المقارنة مع الناس، فلان اتجوز، فلان ارتبط، فلان حياته احسن مني، وتنسى ان كل واحد ماشي في طريق مختلف تماما عن التاني. ايوه ربنا خلقنا كده. الحقيقة ان اقوى حاجة ممكن تعملها دلوقتي مش انك تقعد تعد الايام وتستنى. اقوى حاجة انك تبني نفسك من دلوقتي، انك تشتغل على جسمك وعقلك وشغلك ومستقبلك وعلاقاتك وحياتك كلها. لان اسوأ حاجة ممكن تحصل ان السنين تعدي كده وانت واقف مكانك مستني الحياة تبدأ، مستني الحياة انها تشدك من ايدك وتقولك تعالى عشان خاطري اعمل كل ده. لكن افضل حاجة ممكن تحصل انك تشتغل الفترة دي عشان تبقى نسخة اقوى من نفسك، وعلشان لما يجي الوقت المناسب فعلا ما تكونش مجرد شخص بيدور على حياة افضل، تكون شخص جاهز يعيش الحياة دي فعلا. وافتكر دايما ان الاحتياج الطبيعي مش عيب خالص، لكن انك تسمح له يسيطر على حياتك كلها هو اللي ممكن يضيع منك سنين وسنين من عمرك. ولو عجبك الفيديو بقى واستفدت منه، اعمل لايك وما تنساش تشترك في القناة يا بطل لو لسه ما اشتركتش. لو اول مرة بتشوفنا انزل اشترك بايدك الجميلة دي، آه، ونورنا بزرار الاشتراك الجميل بتاعك في القناة، وفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واخر حاجة عايز اقولها لك كده، ابني نفسك النهاردة علشان بكرة ما تبقاش بتحلم بالحياة اللي نفسك فيها، لكن تكون عايشها فعلا على ارض الواقع. وبس كده. اللهم لا تتركني للضلال ولا تخلى عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سلام من الله على الجميع. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام. واكتبوا لي يا شباب تحت في الكومنتس، عاوزين نركز على مواضيع إيه الفترة الجاية. قولوا لي كده ايه المواضيع اللي حابين نسلط الضوء عليها و... ونهتم بيه اكتر. يعني كل واحد كده عنده موضوع، سواء كلامي للشباب او للبنات اللي بيشوفنا. آه، ايه اكتر المواضيع اللي تحبوا ان احنا نتكلم عنها الفترة الجاية؟ كان في حد قال لي اعمل فيديو عن احلام اليقظة والهروب من الواقع بالتخيلات، وعملنا احنا الفيديو ده. آه، عملنا الفيديو ده امبارح، نزلناه امبارح. اتمنى تشوفوه، مش عارف شفتوه ولا لا. بس اللي شافه يكتب لي ايه رأيه في الفيديو ده اللي كان طالب مني الفيديو. بصراحة هو الاسم عندي مش ظاهر، بس ايه رأيك في الفيديو؟ اتمنى تكون استفدت منه وكلكم تكونوا كمان استفدتوا منه. فيديو احلام اليقظة والهروب من الواقع بالتخيلات ده. فقولوا لي كده برضو هنا تحت في الكومنتس على الفيديو ده، حابين ايه اكتر الفيديوهات نعملها؟ يعني نعمل فيديو ايه؟ قولوا لي كده، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هقرأ كل كومنتاتكم، هقرأ و... وهرد عليكم وبس كده. واتمنى لكم يا شباب كل خير، ودايما تكونوا في افضل صحة وحال يا رب. سلام.